هي فكرتها كلها ان هي بتنفش في المعده، فبتخلي البني ادم شبعان، ولا ليها وظائف تانية بتعملها؟ سؤالك حلو قوي. هي طبعا ليها اكتر من وظيفه. يعني رقم واحد ان انت شبعان. رقم اتنين بتبتدي دهون الجسم اللي موجوده ومتخزنه في الجسم تتكسر. لما بتتكسر بيبتدي يطلع انواع كتيره جدا من الدهون. في اخطر نوع من الدهون اللي هو ال LDL ده بيبتدي انها تسحبه ليها، وتبتدي انها زي المغناطيس كده وتخرجه بره الجسم. مم. فبالتالي كمان بتساعدك على اخراج الدهون بره الجسم. كمان بتبتدي تشتغل كانتي اوكسيدنت، مضاده للاكسده. نباتات وفاكهه كتير، فهي مضادات للاكسده. بتبتدي كمان انها تحسن الناس اللي عندها مرض السكر او مرض الضغط، في انها تحسن من معدلات السكر. ليه بتحسن من معدلات السكر؟ لان انا ببتدي اشيل لك الدهون اللي موجوده في جسمك. فالدهون اللي موجوده في جسمك ديت بتحتاج ان انت تاخد كميات كبيره من ادويه السكر او الانسولين عشان تقدر ان انت تعمل الكنترول او التحكم في معدل الجلوكوز في الدم. مم. لما شلت لك الدهون من جسمك وزنك اقل، فبالتالي هتلاقي جرعات الادويه اللي انت بتاخدها من ادويه السكر او الضغط بتبتدي انها بالمقابل انها تقل.